السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللي ما مشتركش القناة يشتركوا، وكذلك تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. جزاكم الله كل خير. اليوم غادي نهضروا على واحد الفيديو، واحد القصة اللي كنا عارفينها شحال هادي ديال الحساب ديال حمزة موبيبي اللي ما بغاش تسالي وعمرها ما غادي تسالي، اللي خدوا عقوبات الناس ومشاو تسجنوا وكل شيء، وكاين بعض منهم اللي خد درس وتعلم وتخلصق راسو، ولكن البعض باقي ما بغاش يتعلم وما غاديش يدخل سوق راسو. ايوا واش غادي نقول لكم؟ كما حنا عارفين كاملين، كنا مؤخرا شفنا جواد قنانه دار واحد المشروع ديال قاعه حفل الزفاف، ونوض انت يا جواد قنانه عرض على غلامور. ملي عرض على غلامور قبيبو ناضو الشك، قال احد كاع داك الفلوس اللي دار بهم القاعه دارهم فلوس ديال شهاده الزور. اتهم جواد قنانه بشهاده ديال الزور. الله يستر العيب. بنادم قابل على الحرام. الحرام على الحرام تيمشي كلشي حرام، ما تدوم لا دار ولا دار ولا مشروع ولا حتى شي حاجه. هنا هو المشروع ديال الحرام ما تيدومش. حيت هو راه كان في واحد الفيديو، كان جواد قنانه كانت دنيا باطمه خدامه في واحد الحفل، وكانوا زعما تصالحوا وتعانقوا يعني بان بان راه داكشي بخير، ولكن اللي اكتشفوا بانه هو جواد قنانه كان مشى شهد مع السيده شرف الزور، وشهاده الزور راه حرام. حرام شهادة الزور. بنادم الله يستر تمشي في شهادة الزور، راه حرام من الدنيا الاخره. الانسان ما خصوش يدير هكاك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يستر العيب، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، الله يقنعنا بالله. احنا باقي ما عارفينش الحقيقه، ولكن راه قال لك جواد قنانه تا هو دار شكايه بقبيب دار به شكايه وقضيه مرونه، وكذلك باطمه في داخل المؤسسه حتى هي قالت غدير به شكايه، ومن باقي هادشي ما بغاش يسالي. والله يلطف بينا، والله يطعمنا حلال، والله الهلا يعطينا من هذاك الشيء اللي عندهم. حنا بغينا نعيشوا غير بالقليل وما نعيشوش بالمشاكل. الله يستر العيب، الله يقنعنا بالله. وهذيك نهاد اللي في حمزه موبيبي قال لك حتى هي بدات تتلوح في جواد قنانه، بدات تلوح لي في اسرارو. ولا وحشو يعني حلوا حساب جديد وسموه نهاد موبيبي. المهم تيتشاركوا على داك الشرخاوي، تيتفرشوا بعضياتهم. شي تيفرش ما تيصدق لهم حتى شي حاجه، كلشي تيمشي في الخلا. والله الا شي تيفرش شي تلعب الشي. صافي داك. المهم اخوتي، هذا هو الجديد اللي كاين، بان راه ولو وكما عرفتوا دابا راه ولا حساب جديد سميتو نهاد موبيبي. وفيما غادي يكون شي جديد غادي نحطو اخوتي. ومرحبا بكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.